السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم على قناتكم شيف كريمو. انا صح ماشي من عوايدي بزاف اني نحط لكم الوصفات تاع التسمين والتنحيف والتخصيص هذو. بصح انا كي نجرب اي وصفه في روحي وتعجبني ونحس روحي تغيرت، والناس يقولوا لي راك ما شاء الله تغيرت مثلا. نشوف نعاود نوزن نحس روحي زدت في الميزان، نحس باللي مثلا وجهي زاد شويه ما على باليش، المهم نحس انه انا تغيرت في ظرف مثلا 15 يوم 20 يوم. ماشي انا نكذب عليكم ونقول لكم باللي تتغير في 3 ايام ولا 5 ايام، لا مانيش راح نكذب عليكم، راح نعطيكم الصح. هذا الوصفة للأسف الحاجة اللي ماشي مليحة فيها لازم المداومة، لازم عليك انك تداوم عليها، ماشي ضربة 10 ايام ولا سمانة وتقول ما خرجتش عليا، لا لازم 15 يوم حتى ل 20 يوم كيما درت انايا. هنايا واش راح ندير؟ عندي 30 غرام تاع اللوز، عندي هنايا ملعقة كبيرة تاع السمسم اللي هو الجلجلان، ملعقة صغيرة تاع الحلبة، وعندي ملعقة كبيرة تاع شوفان، عندي 3 ملاعق ونصف كبار تاع كونفيتور كرتوس، وعندي هنايا ثاني 30 غرام تاع الجوز. هنايا واش ندير؟ هرستهم برك كي تشوفوا المكسرات ماشي كيما قبيله، انا عاودت هرستهم باش الوصفه نقدر ناكلها وتجيني بزاف مليحه. الجماعه اللي يقولوا لي ما نقدروش ناكلوا هذا الوصفه وفيها ريحه الحلبه وما على باليش الريحه قاصحه علينا ما نقدروش ناكلوها وتقهمنا الحلبه، باش تحبوا تروح لكم الريحه وش هو السر؟ خلونا نكملوا الساعة هذه المكونات ومن بعد نقول لكم السر نتاع الحلبة باش ما تكونش عندكم الريحة، ولا كي تشريوها ما تلقلكمش الريحة مع المكونات اللي ديروهم في الكوزينة، ولا المهم وين تحطوها ما تلقلكمش الريحة. هنايا كيما درنا حطينا المكسرات، حطينا الجلجلان ملعقة كبيرة، ملعقة كبيرة شوفان، ملعقة صغيرة تاع حلبة، ونخلط كلش المكسرات نخلطهم ساعة مع بعضهم وحدهم. ومن بعد هنايا نجيب 3 ملاعق كبار ونصف نتاع كونفيتير كرطوس ولا المعجون تاع كرطوس. فوالا ماشي لازم كرطوس، ولكن انا عندي في الدار تاع كرطوس، سواء يكون عندكم مشماش كرطوس فراز، المهم ديروا اي مربى يكون عندكم، المهم مربى اجباري في هاد الوصفه. ما كان لا تقولوا لي مربى حلو بزاف وكلش، هنايا معليش اللي ما يحبوش الحلاوه بزاف واش تقدروا ديروا؟ عوضوا المربى بدبس التمر، دبس التمر بزاف مليح يا جماعه، خاصه في هاد الوصفه. ولكن الحاجه اللي مليحه بزاف هذا المربى، المربى يزيد لها النص هذه الوصفة. واللي يحبوها مثلا تكون صحية بزاف 90% صحية ولا 95% صحية يديروا دبس التمر. هذه هي الروسات نتاع اليوم، هذه وش نحكي لكم على الوصفة يا جماعة بزاف هايلة. مانيش راح نكذب عليكم ونقول لكم راهي نتاع اسبوع تخرج عليك ولا تاع 10 ايام تخرج عليك، لا هذا الوصفة قادرة من 15 يوم حتى ل 20 يوم، سواء 17 يوم 15 يوم 20 يوم تخرج عليكم، يعني تعطيكم نتيجة. المهم جماعة كيما راكم تشوفون خلط كلش مع بعضه، هو من الافضل انكم واش ديروا تجيبوا بلارة يعني عبوة نتاع زجاج تاع قزاز، وتحطوا فيها الخلطة تاعكم وتخلوها تبات حتى الغدوة باش تاكلوها. فيما يخص الحلبة كيفاش حتى ما تعطيكمش الريحة، لازم عليكم تحمصوها في مقلاة، حمصوا هذيك الكمية. اما اللي جربوا الوصفة السابقة وخرجت عليهم تهلاو في رواحكم، صحتكم، سلام.